مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم مجال للكلام. النهارده هنتكلم عن الفنانة اللي اتلقبت بدلوعة السينما المصرية. عايزين تعرفوا هي مين؟ هقول لكم بعد الفاصل. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. يا احلى غنوة في دنيا حلوة، يا احلى غنوة في دنيا حلوة. غنت وقالت معايا انت، سيد الحبايب يا ضنايا انت. النهارده هنتكلم عن الفنانة شادية. اسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر. اتولدت 8 فبراير 1931 في حي عابدين في القاهرة. من وهي صغيرة كان صوتها جميل جدا، عشان كده والدها شجعها إن هي تخش في مجال الفن. بالفعل قدم لها في اختبارات المنتج حلمي رفع الله، وبالفعل اختارها عشان هي صوتها كان جميل جدا، ورشحها ان هي تبقى من ضمن فيلم العقل في اجازه. ومن هنا كان بدات مسيرتها الفنيه. عملت اكتر من 110 عمل فني، وده كان عدد مهول جدا وكبير جدا. من اشهر اغانيها يا حبيبتي يا مصر، واسمر يا اسمراني اللون. ومن اشهر افلامها الزوجه 13، مراتي مدير عام، والمراه المجهوله. ومن ضمن كمان انجازاتها ان هي فضلت فتره طويله جدا نجمه شباك، فتره درجه اولى. لا كمان ان هي اشتغلت على كل الالوان: الغناء، السينما، كوميدي، دراما، والحمد لله نجحت في كله. وسبب نجاحها ان هي جمعت بين الغنى والفن، فده اللي خلاها ناجحه بطريقه غير عاديه. وكمان ما ننساش ان عملت مسرحيه رايا وسكينه اللي حققت نجاح غير عادي مع الجمهور، وصوتها دخل بيوت كل الناس. والجوائز التي حصلت عليها: حصلت على تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتكريم من مهرجان المسرح السينمائي التلفزيوني، وحصلت على تكريم من وزارة الثقافة المصرية، ودرع من نقاد جمعية النقاد والكتاب السينما. وحياتها الشخصية: تزوجت 3 مرات. أول مرة من المهندس عزيز فتحي، لكن ما طولتش الزواج كتير. تاني مرة من الفنان عماد حمدي، بسبب غيرته الشديدة عليه وحبه ليها ما استمرتش العلاقة بينهم. والتالت زوج ليها كان الفنان صلاح ذو الفقار، وكان يشهد الوسط الفني بمدى حبهم لبعض ومدى نجاحهم، لكن للأسف ما استمرش الزواج بينهم. لكن ما خلفتش من أي حد من أزواجها، لكن بيعتبروا هم أولادها، وكانت بتحبهم بطريقة غير عادية. أرادت في عز نجوميتها ونجاحها في الثمانينات إنها تعتزل وتتجه إلى البعد والاتجاه الديني، وإن هي تتجه للشق الديني وتبقى مع ربنا. عشان كده الجمهور حب فيها الموضوع ده جدا واحترم رغبتها. ورحلت عن عالمنا ليس عن الذاكرة 28 نوفمبر 2017. لغاية النهاردة بنتفرج على أي فيلم ليها لازم نبقى مبسوطين، ويبقى بجد ترك علينا بصمة كبيرة من عالم الفن والجمال. كده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة ومجال جديد للكلام مع حسام حسن على قلب الحدث. سلام.